تبعوا معايا حيت غادي نكشفوا لكم التفاصيل والكواليس اللي مخبية عليكم. ولكن قبل، شنو وقع بالضبط؟ مشاهدينا الكرام، الأخبار الزوينة هي أننا كنشوفوا تراجع ملموس. المازوت وليسانس طاحوا بحوالي درهم و1.10 درهم للتر، وهذا الشيء جاء في وقت حاسم مع اقتراب عيد الأضحى. وهذا الانخفاض غادي ينقص من مصاريف النقل ويفرح بزاف ديال المغاربة ويرجع لهم التوازن. ولكن شنو اللي خلاها جأة طيح عالميا باش توصل لنا رخيصة؟ كيف ما كتعرفوا المغرب كيتأثر بزاف باللي واقع برا، وأسعار الطاقة كتعكس نبض السياسة العالمية. بعد ما وصل برميل النفط الأرقام خيالية بين 100 و 110 دولار بسبب التوترات في الشرق الأوسط، دابا كنشهدوا واحد الهدوء وتصحيح في الأسواق الدولية والبرميل رخاص، وهذا الشيء خفف علينا ضغط كلفة الاستيراد والشحن. إيوا كيفاش هذا الشيء انعكس على المحطات ديالنا في المغرب؟ هذا الانخفاض العالمي بان اثره من الميناء حتى المحطات الوقود، حيت تراجعت كلفة الاستيراد. واللجنة الوزارية اللي تجمعات في أواخر أبريل 2026 دارت تدخلات استباقية باش تأمن لنا المخزون الاستراتيجي بتكلفة أقل. وهذه التخفيضات الفعلية بدأت تطبق في محطة التوزيع نهار 1 ماي 2026. شحال بالضبط نقصوا لنا في البومبات؟ أجي تشوفوا الأرقام مشاهدينا. ليسونس الممتاز اللي كان وصل للدروة ب 15.50 درهم في أبريل طاح ب 1.10 درهم ورجع ل 14.40 درهم تقريبا. والمازوت حتى هو نزل بالدرهم ورجع ل 14.50 درهم. مزيان، ولكن شكون المستفيد الأول من هالطيحة؟ الرابح الكبير والمباشر هو قطاع النقل واللوجستيك. المازوت هو اللي كيحرك كل شيء في المغرب، وهذا الانخفاض غادي يقلص مصاريف نقل السلع والخدمات بشكل مباشر. وهذا الشيء غادي يحمي المسافرين ويحيد المبرر ديال ديك الزيادات العشوائية في تذاكر الكيران والطاكسيات الكبار مع العطل اللي جاية. واش هذا الشيء كافي ولا كاين تدخل من الدولة باش تزيد تعاون؟ وزارة الاقتصاد والمالية ما بقاتش كتشوف. التدخل ديالها كلف 1.6 مليار درهم شهريا باش تواجه هذاك الارتفاع الاستثنائي اللي كان. هاد التدخل الحكومي كيحاول يلقى داك التوازن الصعيب بين الحس الاجتماعي والمسؤولية المالية والاقتصادية باش سلاسل التموين تبقى مستمرة. واش هاد التخفيض كاين في المغرب كامل؟ واخا كاين واحد التفاوت طفوف بين المحطات على حسب الموقع الجغرافي وشبكة التوزيع الوطنية، ولكن هذا الانفراج وهذا الانخفاض كيشمل جميع مناطق التراب الوطني. إيوا هذا الشيء كامل كيفاش غادي يعاون الجيب ديال المواطن البسيط اللي كيوجد للعيد؟ هذه بمثابة جرعة أكسجين للقدرة الشرائية للمغاربة قبل عيد الأضحى. ملي كيطيح النقل حتى المنتجات الفلاحية والحيوانية كترخص حيت كلفة الإنتاج كتنقص، وزيد عليها كاينه وفرة استثنائية في قطيع الأغنام ديال العيد هذا العام. هذا الشيء غادي يربك الحسابات ديال المضاربين والشناقة ويخفف العبء على الأسر. ولكن واش السوق ديالنا فيه منافسة حقيقية؟ مجلس المنافسة عنده رأي في هذا الشيء، كيقول باللي الوضع الحالي وهذا المراجعة ديال الأثمنة كل 15 يوم كتقلل من مرونة السوق وكتعطل وصول التغيرات العالمية للمواطن. داكشي علاش وصى باش الشركات تعتمد سياسة تسعير مستقلة باش تكون منافسة حقيقية واستجابة فورية لتحركات السوق. كيفاش غادي يكون الصيف ديالنا اقتصاديا؟ الآفاق المستقبلية للربع الثاني من 2026 كتقول باللي التضخم الأساسي المستورد غادي يتباطأ بشكل ملموس، والسلطات راها مستمرة في المراقبة ديال الأسواق باش تضيق الخناق على المضاربين. وهذا الشيء غادي يخلينا نحافظوا على وتيرة استهلاك داخلي مزيانة ومناسبة لاحتياجات الموسم السياحي ديال الصيف. إذن شنو هي الخلاصة الاستراتيجية من هذا الشيء كامل؟ خلاصة القول مشاهدينا، هاد التراجع في المحروقات ماشي غير تصحيح رقمي، بل هو ثمرة ديال انفراج الأسواق العالمية مع يقظة التدبير الحكومي الاستباقي. وهذا الشيء غادي يرجع التوازن للقدرة الشرائية ديالنا ويحصل الاقتصاد الوطني. ما تنسوش تشاركوا معنا رأيكم في التعاليق وديروا اشتراك في قناتكم شوف طاك باش ديما يوصلكم الجديد الحصري. تبارك الله عليكم.